صباح الخير والرزق والبركة يا رب العالمين. النهارده هاشارك معاكم بقى الفطار الجامد دوت من بعد العيد. بقى لنا فترة بناكل على الفطار، لاني قلت انا مش هشتري فول ولا اي حاجة، انا هدمس انا في العيد. وبصراحة كان عندي شغل وكنت مش فاضية خالص، ولا دمست ولا عملت حاجة. فوحشني الفول بصراحة. بحب قوي الفول بعصرة ليمون وطحينة وشوية زيت، ده يعني مفيش احلى من كده الصراحة. كمان كان عندي بتنجان كنت عاملاه وعملت جنبه. مش عملت يعني، هي البطاطس دي كمان كنت شارياها برضو من المطعم، عشان حور وانا واقفة هي شطت فيها، يعني انت عايزة بطاطس وانت جايباها على طول. انا هشارك معاكم كمان النهارده الشغل اليوم، وهحكي لكم على حاجه كده. لو حد مش عايز يسمع بقى النهارده، انا هحكي لكم على قصه يعني اللي كنت قبل كده حكيتها لكم. قصدي قلت لكم عليها، قلت لكم حاجه حصلت معايا معجزه بسبب موضوع الاطعام، فباني النهارده اصور معاكم اطعام هحكي لكم عليه. لو حد حابب يكمل الفيديو تمام. وكمان في حاجه انا جبتها جديده، والله مفاجاه كبيره قوي قوي بجد. انا فرحانه بيها قوي 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 قوي، مش قادره اقول لكم ازاي. هوريها لكم النهارده ان شاء الله في الفيديو ده. المهم النهارده كمان هنعمل ايه؟ انا هعمل اطعام ما شاء الله محشي. المحشي من الحاجات اللي انا يعني لاحظت وانا بوزعها. لو انا اللي وزعتها يعني، مش اللي طالبها خدها. بلاحظ بجد الناس بتفرح بيها قوي قوي، بالاخص لو كان حد كبير في السن او ناس تعبانه او كده، بلاحظ ان هم بيفرحوا بيها جدا. فالنهارده الاطعام كان ما شاء الله كان محشي. فبجد هو بيبقى متعب قوي، بقعد اقور في خضار كتير جدا وفي حاجات كتير قوي، تفاصيل كتير قوي، بس يعني في الاخر بكون مبسوطه قوي قوي بالنتيجه كده على وشوش الناس. المهم الورق العنب دوت، انا طبعا انتوا عارفين ان انا تلاجتي كانت بايظه وقعدت فتره من غير التلاجة، فكنت عايزه اخزن ورق عنب اول ما جبته، لان ساعات كان بيجي شغل ورق عنب ودايما اللي بشتريه جاهز ما كانش بيبقى حلو خالص. فجربت الطريقه دي اللي انا احطه كده، يعني اللي في الازازه ده بقاله 3 شهور، هنستكشفه سوا بقى النهارده هو حلو ولا مش حلو. آمم، جِبته أول ما طلع خالص، يعني كانش لسه الورق عنب أصلًا ظهر لقيته، فهو بيبقى أول ما بيبقى بمشاد كده بيبقى طعمه حلو أوي. جِبته ورُحت حاطاه في الإزازة كده، وأهم حاجة بس تغطيه جامد أوي، أوي. وكمان أنا كنت حاطة تحت منديل، لإن الإزازة حسيت إن هي كانت مندية شوية، فقُلت عشان تسحب رطوبة أو كده. بُص أنا حاساه هو معفنش وريحته حلوة جدًا، ريحته كأنه زيت زيتون مش عارفة ليه، أو ريحته زي الورق العنب اللي بيبقى محفوظ في العلب. بجد كانت ريحته حلوة جدًا. فاضل بس إن أنا أشوفه كمان فيه حاجة بايظة أو كده، لأ ما فيش أي حاجة فيه بايظة خالص، ولا متقطّع ولا أي حاجة. بجد كان سليم وحلو أوي، هو بس متدكِّك كده أوي في بعضه. فالكمية دي الحقيقة كتير، يعني مش عارفة كانت ربع كيلو أو كده، بس أنا مدكِّكاه جامد. أهم حاجة ما يبقاش فيه مساحة هوا في الإزازة. في الآخر اللي هي العناقيد دي أنا باحطها فوق خالص عشان تاخد المساحة بتاعة الهوا. سلقته وكان حلو جدًا، ما فيهوش أي حاجة يعني، هو ما فيش فرق، بس ولكن برضه أظل أقول إن هو الطازة بيكون أحسن كتير، ولكن ما باظش واستحمل وعاش معايا وأدى الغرض، إن أنا ما كانش عندي فريزر ساعتها. بس فتحته بقى، لإن الحمد لله بفضل الله التلاجة حاليًا شغالة. ادعوا لي بس ما تبوظش، عشان هي كل شوية أصلحها وتبوظ. ابتدينا هنا بقى إن أنا أشتغل في الorder. أنا كده باعمل لحمة مفرومة، وباعمل هنا خلطة المحشي باعملها على صينيتين، بحيث إن الخلطة ما شاء الله هي كبيرة شوية، أنجز يعني ما بتاخدش وقت لإن العين واطية. فأما باحط هنا أنا شِلت حبة من البصل، لإن أنا كنت عاملة كمية بصل حلوة كتير في الكَب. فبالمرّة باحب أعمل، يعني ما دام عصرت طماطم باحب أعصر شوية. أنا عايزة أقول لكم صح المفاجأة، أو الحاجة اللي أنا اشتريتها هاوريها لكم حالًا دلوقتي. اشتريت الحمد لله بفضل الله خلاط. والله العظيم مش قادرة أقول لكم أنا فرحانة بيه إزاي. فرحانة اللهم لك الحمد يا رب، يعني والله العظيم ده رزق من عند ربنا. الحمد لله. مش عارفة أقول لكم إيه، بس بجد فرحانة أوي. الموضوع إن أنا كنت أعمل طماطم كتير أوي عشان أوردرات، والله العظيم أعصرها بقى كانت بتغلبني جدًا. معايا وقت طبعًا وجهد في أي حاجة تسهِّل عليَّ، يعني أنا باحمد ربنا والله العظيم إن أنا الحمد لله ربنا رزقني بخلاط. ده غير إن أنا كان نفسي أعمل عصير كده والدنيا حَر ومش عارف إيه. فبجد الحمد لله والشكر لله. هاعمل بيه كمان عصير بقى وحاجات جميلة أوي في الفيديو ده كمان النهارده. أنا كنت باقول لكم إن أنا باشيل شوية بصل، يعني أنا عصرت طماطم باشيل شوية طماطم معصورة، حمّرت بصل باقوم شايلة شوية بصل متحمّرين أهو. سهل عليَّ جدًا إن أنا أطلّع معلقة وهو متحمّر، واقوم حاطاه كده لشوية طبيخ ولا أي حاجة. الخضار ده على فكرة أنا شايلاه من قبل العيد بجد، وزي ما هو كده، بس أنا مش غسلاه، هاخده بقى أغسله. أنا زي ما هو كده خدته قطّفته ورُحت حاطاه في العلبة محكمة كده بتحفظ الأكل. العلبة دي صحية، أقصد البلاستيكات اللي هي بتبقى مكتوب عليها رقم 5. كده أنا قاعدة باعمل في الحلة اللي هناك دي رز باكرمله عشان هاعمل جنب الأوردر، يعني هو صنفين في الإطعام. عاملة رز مكرمل اللي هو بالخلطة بالمكسرات، الرز اللي هو بالخلطة بالمكسرات، وجنبه قطعة جلاش. والأوردر ونفس الوجبات برضه كان محشي، وجنبه برضه إيه قطعة جلاش، هاوريها لكم دلوقتي. أما بالنسبة لورق عنب، هو كنت يعني حد كان طالب مني شوية ورق عنب بس مش كتير، فقلت لها إن شاء الله يوم ما أعمل محشي بإذن الله هاطلع لِك الأوردر. فكنت كمان بالمرة باعمل شوية نُص كيلو يعني ورق عنب هابعته لها.
وبس كده أنا قُلت لكم أنا باجهّز إيه، أحكي لكم بقى على موضوع الوجبات اللي أنا كنت باقول لكم دي حصلت لي معجزة بسببها. أنتم عارفين إن أنا فترة أنا أصلًا كنت باشتغل يعني، ولكن آخر يوم اشتغلت فيه يوم ما أنا كنت باولد، يعني تنيتني أشتغل ما قعدتش خالص لإني كنت محتاجة الشغل جدًا، لحد يوم ما أنا كنت رايحة أولد. المهم اللي حصل أنا اليومية بتاعتي كانت 20 جنيه. أنا باقول لكم كده بقى ليه، عشان تعرفوا مدى إن الشغل كان مهم بالنسبة لي، بجد كنت تعبانة جدًا، 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 ولذلك برضه أنا ما قعدتش. المهم اللي حصل في يوميها يعني أنا يعني عامةً يعني في يوم من الأيام أنا كنت شغالة عادي، فاتت عليَّ واحدة طلبت مني مساعدة، وده بتبقى حاجة عادية جدًا في المحلات، يعني أي حد فاتح محل هيبقى عارف اللي هو بيفوت عليه ناس كتير أوي بتطلب مساعدات، ولكن دي واحدة ما كانتش عادية، هي واحدة عادية جدًا اللي هي ساكنة عادي في المنطقة عندنا، وطلبت مساعدة اللي هي يعني يعني ظرف بس عندها اليومين دول ومحتاجة مساعدة الفترة دي بس مش أكتر، يعني هي مش دي عادتها اللي هي بتلف على المحلات ولا الكلام ده. المهم أنا اتأثرت جدًا وصعبت عليَّ أوي، وكنت نفسي أساعدها بس طبعًا المحل مش محلي والمكان مش مكاني والفلوس ما خدتهاش لسه، يعني عادةً صاحبة المحل بتيجي بتديني ال20 جنيه مثلًا وأنا أطلع، فأنا مش بامد إيدي إن أنا آخد فلوس ليّا ولا ينفع إن أنا أديها أي حاجة، وهي أصلًا 20 جنيه اللي كانت معايا يعني هتبقى بتاعتي، وحرفيًا معيش ولا جنيه تاني. المهم اعتذرت لها وكانت صعبانة عليَّ جدًا والله وكنت نفسي أساعدها بس يعني المهم الوقت ده في الفيديو التصوير دوّة ساعة ما كنت باقلّب الكراميلا بتاعة الرز، أنا الإسدال عشان واسع جدًا وأنا واقفة طبعًا بجنب البوتاجاز عشان البوتاجاز من فوق من الجنب التاني مفتوح مش باعرف أقف، أنا ولعت حرفيًا والله العظيم، لقيت الب ال ال الإسدال كلّه نار الحمد لله بفضل الله قمت مطفيّاها بإيدي بسرعة وكمّلت تصوير عادي يعني والله الحمد لله ربنا يسترها، لإني واقفة طبعًا بس أنا لو تلاحظوا أنا وسّعت المطبخ عشان أعرف أحط الحلل أحسن، إيه رأيكم؟ عشان لسه إن شاء الله هاصوّر معاكم المطبخ كلّه يعني هاوريكم النظام الجديد، بس أنا ما جاش على بالي إن أنا أصوّره يعني في الفيديو دوّة عشان كنت عندي شغل وكده. فالمهم الوقفة معوجة برضه طبعًا عشان الباب المفتوح بتاع الفرن دوّة ما بيتقفلش، وحد كان قايل لي يعني جزاه الله خير اربطيها أو كده، بس هو لأ هو تقيل، هو ولا بيتقفل ولا بيتفتح، هو يعني مش تقيل حمل، هو تقيل يعني معصلج يعني أقصد. المهم أنا كده باكمّل اللي أنا أحشي المحشي، وإن شاء الله خلصت لكم القصة في الفيديو دوّة وما حدش يزعل مني. بس طبعًا باعمل كمية كبيرة أوي بقى وهاقعد أحكي معاكم ما تقلقوش. أنا عايزة أقول لكم الوضع كنت إيه بقى، كنت بانزل من الساعة 7:00 ص طبعًا أفتح، هي جزاها الله خير ما كانتش تعباني أبدًا والله صاحبة المحل، ولكن هو دي طبيعة الشغل، بانزل الساعة 7:00 ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، الدنيا كانت بتبقى زحمة جدًا، جدًا، لإن المكان قدّام مدرسة، أطفال على طول موجودة، ما فيش حاجة اسمها تقعدي خالص، وحِمل بقى الحاجات إنِّك تطلّعيها، وأنا طبعًا حامل وفي التاسع، وإن أفتح المحل تقيل جدًا، ما كانش في محلات كده ما بتتقفلش وبتتفتح بسهولة، بتبقى ناشفة كده، هو ده كان ناشف، الوضع كان صعب جدًا. إني بس كنت حامل وتعبانة، فأنا الوقت ده كان بسبب الحمل كان عندي دوالي، أنا أصلًا عندي دوالي، جات لي دوالي شديدة جدًا، 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 فوق ما تتخيلوا، لدرجة إن أنا كنت وأنا رايحة وأنا جاية باجري عشان الأطفال وكده زحمة وباجري وباروح باجي، كنت أتخبط أروّح ألاقي الدوالي جايبة دم، يعني اتعورت فيها اتخبطت من كتر ما هي بس بارزة يعني، وجابت دم بجد كنت تعبانة جدًا، كنت ساعتها باتابع في الصحة عشان الحمل وكده، وكانت الدكتورة تقول لي: "أنا مش مصدقة المنظر ده، أنتِ يعني بجد مش عارفة تولدي إزاي." لإن كنت لازم إن أنا آخُد دوا عشان الدوالي وأنا باولد ومش عارفة إيه، وقالت لي: "ده خطر جدًا وممكن ييجي لِك جلطات." وحاجات كده وكانت مخوّفاني أوي. المهم أنا كنت يعني ما باصدّق طول الوقت واقفة وبابقى تعبانة وعايزة أروّح مش قادرة، وغير إن أنا بابقى فرحانة جدًا بال20 جنيه والله مش قادرة أقول لكم قد إيه، يعني حاسة بقيمة بقى، اللي أنا خلاص الحمد لله قبضت فلوسي يعني ما خلّصت الحمد لله، أول ما باخدها باروح أجيب لهم بقى فطار، أشوف محتاجين إيه مهم في البيت إيه ومش عارف إيه، أيًا كان إيه وباجيبه. جوزي في الفترة دي كان شغال في منطقة بعيدة جدًا، جدًا، أنا مش متذكرة والله اسمها دلوقتي على لساني، وكان بياخد يومية برضه كانت ضايعة في المواصلات، وكان بيقعد طول اليوم حرفيًا من غير أكل، وفي نفس الوقت برضه مش بيفيض منه حاجة. كان سبب من الأسباب إن هو يخلّيه يسيب الشغل دوّة، هو كان شركة ونقلوا المكان يعني، ولكن هو كانت باليومية وكده، عشان كده هو ساب الشغل يعني. المهم إيه اللي حصل بعد كده، فهو أنا فعلًا محتاجة الفلوس بتاعتي، ولكن قُلت طبعًا عشان الله وإن شاء الله الصدقة أو أي حاجة اللي بتطلع لله بترجع بصحة وعافية وستر، والله أنا يوميها قُلت كده. فأنا كنت واقفة مع صاحبة المحل وهي بتدّيني الفلوس بتاعتي وكده، ولمحت الست وكده، فجريت وراها وقُلت الفلوس قليلة أوي، 20 جنيه قليلة أوي، هتعمل إيه، أنا مكسوفة أدّيها لها. فكرت خلاص قُلت أنا هاعملها بنية إطعام وهاجيب لها أنا الفطار،
هي كده كانت بتقول لي الولاد ما فطروش ومش عارفه ايه وكده، جبت شويه حاجات في شنطه. المهم خدتها مني وفرحت جدا ودعت لي، وانا والله العظيم مش قادره اقول لكم اليوم ده كان اسعد يوم في حياتي. اللي حصل بقى ان هي طلعت كذابه وبتضحك عليا والكلام ده كله، بعد كده عرفت ان هو ما كانش بجد، وان هي حركات على طول بتعملها مع شخص واخر اما تلاقي حد ايه. انا من الناس اللي انا بصدق بسرعه شويه. المهم حصل ايه بقى المفاجاه، روّحت عادي واتصرّفت الحمد لله وفطرنا وكل حاجة ومشي تمام، ما فيش أي مشكلة. رُحت بقى عشان أتابع تاني يوم، والله العظيم لقيت الدوالي اللي في رجلي خالص خفِّت. أنا متعوّدة كل ما آجي أطلّع حاجة لله أو أتصدّق أو أعمل أي حاجة خير، أصلًا وأنا نازلة من باب بيتي باقعد أقول يا رب ارزقني بأي خير أعمله، يا رب ارزقني بأي خير أعمله. ولو عملت حاجة والله العظيم أقوم داعية دعوة أقول يا رب يعني اللي هو أتذلّل بيها إلى الله. أقول له يا رب أنا نِفْسي مثلًا أخِف، نِفْسي يا رب يحصل كذا، نِفْسي يا رب كذا. فأنا يوم ما تصدّقت يوم ما طلّعت الفلوس دي اديتها للست دي، أنا قُلت يا رب نِفْسي تشفي رجلي، أنا رجلي تعباني أوي، أوي بجد ومأزّماني، ما أقدرش أقعد أذاكر لولادي من كتر الوجع، مش قادرة أقف، مش قادرة أعمل شغل بيتي، بجد مش قادرة أقف حتى في الشغل، بجد كانت تعباني جدًا والمنظر حتى لوحده كان مبهدلني. زعلانة على رجلي جدًا. ده بقى وجبات الإطعام، وكان في وجبات تاني بس الصالة عندي صغيّرة، ما كنتش عارفة أفردها كلّها، فأنا أول مرّة نسيت أصوّر. بس في على الجنب أهي باين منها برضه شوية، اللي هي الرز المكرمل وقطعة الجلاش، كانت إطعام حلو أوي جزاهم الله ألف خير. المهم رُحت عشان أتابع الحمل عادي بقى جدًا، لقيت الدكتورة بتقول لي: "أنتِ خدتيه والّا عملتِ إيه؟" قُلت لها: "ما عملتش أي حاجة." فوجئت لقيت الدوالي قلّت بتاع بدرجة 75% والله العظيم، من غير ما أولد أصلًا، لسه ما ولدتش ولا أي حاجة. سبحان الله من عند ربنا، من رغم إن الست طلعت كذابة وضحكت عليَّ ويمكن الفلوس ما كانتش في محلها، بس هو كفاية إن هي ربنا عالم بنيتي وعارف إن دي كانت الفلوس بالنسبة لي إيه، وكانت يعني يعتبر آخر حاجة في بيتي أصلًا. فبجد من ساعتها أنا باحاول إن أنا على قد ما أقدر أحاول أوصّل الحاجة للناس اللي تستاهلها أوي، بس بابقى مش شايلة هَم أوي، اللي هو أنا عارفة إن ربنا كده، كده هيأجرني. أنا حاولت وحاولت أوصل للناس المضبوطة، فهُم على حسب هُم كده أو لأ، وربنا اللي هيحاسب. بس فمن هنا بقى كنت باعمل عصير من الخلاط الجديد بقى، بجد أنا فرحانة بيه أوي، أوي. سبحان الله مش أنا من فترة لسه باقول لكم كان نفسي أجيب فراولة وما كنتش عارفة أجيبها، ما كنتش لاقياها أو ساعتها ما كانش معايا فلوس. أمّا ربنا كرمني وبقى معايا فلوس وجبت الفراولة وشِلتها وبجد مش عارفة أنا هاعمل بيها إيه. ربنا رزقني وجبت كمان الخلاط الحمد لله والشكر لله. بجد ربنا رزاق والله العظيم، وما فيش أي حاجة صعبة عن ربنا مهمًا كانت. أنا ما لسه من يومين أهو ما كنتش عارفة أنا هاعمل إيه بالفراولة، عملت أحلى عصير. اللبن دوّة على فكرة ب15 جنيه عشان مش مقاطعة، التانية مقاطعة وغالي. ده طعمه حلو، لقيته طعمه حلو و وعملت بيه العصير فراولة كده باللبن. أنا باحب العصير ده جدًا بصراحة. بس وأشوفِك على خير إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.